بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمر فيما بدأناه في طريقتنا الجديدة لتدبر القرآن واستخراج العلوم الباطنية. إذا يقول الله عز وجل في سورة الواقعة في الآية 7: بسم الله الرحمن الرحيم: وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة. إذا الآية تتحدث عن الرقم ثلاثة. سنشكله هندسيا هكذا بثلاثة نقط. والأزواج في الهندسة هي كالآتي: زوج أول، وزوج ثاني، وزوج ثالث. يكون لدينا بالتالي مثلثا. يصبح لدينا مثلث يتكون من A B و C. A تؤثر في B، و B لديها رد فعل على A، و B تؤثر على C، و C لها رد فعل على B، و A تؤثر على C، و C تؤثر على B. في بداية الخلق لم تكن هناك لا شمس ولا قمر، إذن الزمن منعدم. نتحدث عن T تساوي صفر. نحن في لا زمن. إذن A تؤثر على B، و B تؤثر على A، و A تؤثر على C، و C تؤثر على A، و C تؤثر على B، و B تؤثر على C. هكذا يتكون لدينا تردد أول يمثل تأثير A على B، ويكون لدينا تأثير في نفس الوقت من B على C، ويكون لدينا تردد ثاني، ويكون لدينا أيضا تردد تأثير C على A، ويكون لدينا تردد ثالث. إذن لدينا ثلاث ترددات آنية. وفي نفس الوقت لدينا رد فعل من B على A، ولدينا رد فعل من C على B، ولدينا رد فعل من C على A. فيكون لدينا ترددات 4 و5 و6. في نفس الآن تكون لدينا تردد 3، ونحصل فيما بعد بردود الفعل على ترددات 6. إذن ستكون لدينا التردد 6. جيد. والتردد الأول 1. أعتذر عن الصخب، أنا بالمقهى. التردد 1 هو يتأثر أيضا بالتردد 4، والتردد 3 يتأثر بالتردد 6، والتردد 5 يتأثر بالتردد 2، و1 يتأثر ب5، و3 تتأثر ب4، و1 تتأثر ب6. فينتج عن ذلك أيضا ترددات 9 بالمجموع، فيتكون لدينا التردد 9. وهكذا نحصل على سر الترددات الكونية، وهي سر الحقل الكهرومغناطيسي الموحد. فسبحان الله، وقل ربي زدني علما. شاهدوا الفيديوهات السابقة، خذوا ورقة وقلم وسجلوا هذه الدروس القصيرة، لأنها ستفيدنا في فهم القرآن جيدا، وفي فهم حروفه، وفي فهم كل نقطة إن شاء الله في القرآن الكريم. أستودعكم الله. دعوا لايك واشتركوا في القناة وشاركوا هذا المقطع، هو بداية لعلوم كثيرة إن شاء الله.
نتوصل إليها بالتقوى. واتقوا الله ويعلمكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما بينا في الفيديو السابق من أين أتت الترددات 369، ونذكر بأن قد استقيناها من آية بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة من سورة الواقعة الآية 7، حيث بينا سر التردد 3 و6 و9 انطلاقا من تفاعل الأضلاع أو رؤوس المثلث الثلاثي. نذكر أيضا بأن بداية الخلق لا بد وكان أن تأتي من ثلاثة، فواحد لا يمكن، لأن سيكون ذلك ضربا لمبدأ التوحيد، فالله وحده لا إله إلا هو ولا شريك له، لم يلد ولم يولد. يجب دائما الثبات على هذه القاعدة حتى لا ندخل أو نصبر أبوابا من أبواب الشرك الخفي أو من الشرك دون أن ندري. إذا 369 هي تأتي من الآية وكنتم أزواجا ثلاثة. الآن ننتقل إلى أمر آخر لنبين مبدأ المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هنا يأتي الرقم واحد ليس ضربا لمبدأ وحدانية الله، لأن هذه النفس الواحدة بينا سابقا والحمد لله أنها هي أساسا تتركب من 3 أزواج. أعتذر عن تداخل الأصوات. إذن أقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي أن الله بدأ خلقنا من نفس واحدة هي هذه وخلق منها زوجها. هنا الله يعلمنا مبدأ أساسيا آخر وهو مبدأ المثاني. فالقرآن مبني على مثاني، والكون والخلق بمجمله مبني على مبدأ المثاني، لنعتبر أن المثلثين يشكلان النفس الأولى وزوجها. ننتقل إلى آية أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الآيتين هما من سورة الشمس، الآية 7 والآية 8. إذن هكذا يصبح لدينا مثلث يمثل تقوى النفس، ومثلث معاكس يمثل الفجور. والتقوى تتم عن طريق تزكية النفس والابتعاد عن المعاصي وما إلى ذلك، والفجور يكون باتباع الهوى والانصياع للقرين. هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير بسيط ومباشر لنجمة داود عليه السلام. إذن هذا الرمز هو لا علاقة له لا بالشرك ولا بالسحر، وإنما هو رمز يشير إلى فهم عميق لبداية الخلق. هكذا تتكون لدينا الطاقات الإيجابية والطاقات السالبة، وهاتان الطاقتان تتضارب فيما بينها ليكون المجموع صفرا حتى تكون هذه النفس الأولى مستقرة وثابتة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة، مراجعة الفيديوهات السابقة، ترك تعليق لتقويمنا إن كنا أخطأنا، والصلاة والسلام على خير
الأنام محمد السر الكامل والنور الشامل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد. درس هذه الصبيحة عن لام التنزيل، وهو درس مهم للغاية. سنتمكن من خلاله تكملة بناء النظرة التي انطلقنا فيها من خلال الفيديوهات السابقة، التي أرجو أن تراجعوها لتتكون لديكم فكرة كاملة عن الهدف الذي نصبو إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ينزل ربنا تبارك الله وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والمحدث هو البخاري في صحيح البخاري، وأخرجه البخاري ومسلم. حديث صحيح لا شبهة ولا غبار عليه. ونعلم بأن بداية الخلق وأصله هي كلمات، والكلمات هي أيضا حروف. كلمة ليل هي تتكون من لام وياء ولام. دعونا نتجرد من الجسوم ومن المادة لنأخذ الكلمة وحدها باعتبار حروفها الثلاث: اللام والياء واللام. فالقول بأن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليل، نجد بأن اللام الأولى هي ثلث، والياء ثلث، واللام الأخيرة في كلمة ليل هي ثلث. إذن الله ينزل بتجلياته بصفاته وليس بذاته في حرف اللام، حرف اللام بين قوسين. والحروف هي مخلوقات، ليست هذه الحروف التي نخطها بيدنا، بل الحروف التي ينطقها الله. كل ما ينطقه الله هو مخلوق كامل بذاته على شاكلة تلك النفس الأولى. فالنفس الأولى هي في الحجر، في البشر، في الشجر والماء، في كل ما خلقه الله. الفرق الذي يمكن أن نقيس به أو نفرق بين الأنفس هو النفس العاقلة والنفس الغير عاقلة. إذن كلمة ليل تتكون من لام وياء ولام. التنزيل، تنزيل تجليات الله، يكون في الحرف الأخير من كلمة ليل. ويبقى لنا من كلمة الليل اللي، وهو هذه الحركة التي ترونها هكذا أو هكذا على شكل لامات، وهذا ما يسمى بالتنزيل. وهذا أيضا يسميه الغرب بالفورتكس، يستعملونه في الاقتصاد الرقمي والعملات وما إلى ذلك، وهو أساس الحقول الكهرومغناطيسية، لأن هذا اللي هو يولد طاقة محورية بداخله، حيث يكون هنا مثلا الزائد وهنا الناقص. فهذا التنزيل يعطي لمن تنزل عليه إضافة طاقة كانت أو معرفة أو علما. إذن التنزيل، اللام هي لام التنزيل، لهذا يأتي هذا الاسم ووصف اللام بأنها لام التنزيل. ونعلم أيضا بأن سيدنا جبريل هو أمين الوحي، والوحي هو تنزيل، وجبريل ينتهي اسمه بحرف اللام، جبريل. إذن هذه الحركة هي حركة مغزلية لولبية، وهي التي تولد التنزيلات. أوكي، نعطي مثال. التعريف هي للأسماء، كل الأسماء لديها ألف لام في بدايتها لتعريفها حتى لا تكون نكرة. واللام هنا تعني بأن اللام تقوم بتنزيل اسم من الأسماء باعتبار الألف وألف الأسماء كلها. نأخذ تنزيلا من الألف ليعطينا الكلمة أو الاسم الذي يأتي فيما بعد، ونقول آل بمد الألف، تنزيل باللام نقرأ تنزيل ماذا؟ تنزيل كل ما يؤول إلى
شيء. نقول آل ياسين أي تنزيل كل من لهم علاقة بياسين. تذكروا هذه القاعدة، لام هي لام التنزيل، تفيد في قراءة واعتبار التنزيل مما قبلها. إذن ضعوا لايك واشتركوا في القناة حتى نتابع هذه الدروس لتصبح لدينا نظرة تدبرية عميقة للقرآن الكريم وللحروف وللكلمات. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واغفر وارحم لموتانا، واغفر لمن علمنا وارحمه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على النور الشامل والسر الكامل محمد طه الأمين. اشتركوا في القناة وشاركوا هذا الفيديو. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع ما بدأناه من خلال الفيديوهات السابقة، أرجو أن تشاهدوها لتتابعوا وتفهموا أكثر. نحاول تبسيط المفاهيم لنعرف ربنا أكثر وأكثر، وتتضح لنا الصورة. متى قرأنا القرآن تكون لدينا أبجديات تؤهلنا لفهم عميق وسهل للقرآن الكريم. هناك حديث عن النبي حيث يحدث عن الله عز وجل، حيث يقول الله: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فأخذت قبضة من نوري وقلت لها كوني محمدا. الكثيرون يضعفون هذا الحديث ويقولون بأن ليس له سند. نحن سنأخذه به للمسير قدما في نظرياتنا في الفهم عن الله والعرفان عن الله، ما دام الرسول قد حبب إلينا أن نأخذ بالإسرائيليات، وهي ليست من المرويات عن النبي وليست من القرآن الكريم، فلماذا لا نأخذ بهذا الحديث الذي يضعفه البعض ويأخذ به البعض؟ إذن يقول النبي محدثا عن ربه: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فأخذت قبضة من نوري وقلت لها كوني محمدا. بناء على هذا الحديث القدسي نتأكد ونعلم بأن أول ما خلق الله خلق نبينا محمد، وهو سيد ولد بني آدم. ونعلم بأن من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب، حبيب الله. فأنت إن افترضنا أن لديك القدرة على الخلق وكنت ستخلق خلقا لأول مرة، فبالضرورة سوف تخلق شيئا أو شخصا أو مخلوقا تحبه، لن تخلق شيئا تكرهه، هذا بديهي ومطلق. إذن أول من خلق الله عز وجل نظريا حسب ما أحاول إثباته هو النبي محمد صلوات الله عليه وسلم. وأثبتنا في الحلقات السابقة على أن النفس الأولى هي عبارة عن مثلث، وأثبتنا أيضا بأن أساس الترددات الأساسية للكون والحقل الكهرومغناطيسي الموحد 369 369. من أين أتت وكيف وضعنا تصورا لها يؤهلنا للمزيد في فهمنا عن الله وفهم الأحاديث وفهم الآيات. إذن قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حسب هذا الحديث هو أول خلق خلقه الله في شأن من شؤونه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في حق علي كرم الله وجهه: أنت مني وأنا منك، بمعنى أن علي كرم الله وجهه من النبي والنبي منه. تكرر المعنى في روايات أخرى كثيرة. وفي حق فاطمة الزهراء قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بضعة مني. الذين يفقهون شيئا ما في الرياضيات: علي من محمد ومحمد من علي، تعني بأن علي ضمن محمد صلى الله عليه وسلم، أو علي ينتمي إلى محمد.
ومحمد من علي تعني أيضا محمد ضمن علي أو محمد ينتمي إلى علي. وفاطمة بضعة من سيدنا محمد تعني بأن فاطمة ضمن محمد أو فاطمة تنتمي إلى سيدنا محمد، مما يفيد بأن فاطمة ضمن أو تنتمي إلى علي. هكذا تتكون لدينا الفكرة بأن النفس الأولى هي في نفس الوقت محمد صلى الله عليه وسلم في قمة المثلث، وعلي في الحافة أو الضلع الأيمن، وفاطمة في الضلع الأيسر. وهكذا نأخذ فكرة عن الدرة اليتيمة، من أين أتت تسمية الدرة اليتيمة. فمحمد كان يتيما وعلي كان يتيما كفله محمد صلى الله عليه وسلم. وفاطمة توفت أمها خديجة رضي الله عنها في زمن مبكر وكانت يتيمة، مما يعطينا الحق في القول على أن هذه الدرة هي الدرة اليتيمة، وفي نفس الوقت هي النفس الأولى وهي الكوكب الدري. الكوكب الدري، تذكرون كلكم آية النور، الكوكب الدري هو هذا أيها السادة. فقل رب زدني علما، وإن أخطأت فمن نفسي وأدعو الله أن يغفر لي، وإن أصبت فمن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاركوا هذه المقاطع واجعلوا أبناءكم يشاهدونها، هي تؤهلنا إلى معرفة معمقة عن الله عز وجل. الله نصحنا وأمرنا بأن نتدبر في الخلق وأن نتدبر في أنفسنا، وهذه مجرد فكرة تؤهلنا إلى أن نعرف كيف بدأ الخلق وتكون، انطلاقا من بعض الأحاديث وانطلاقا من الآيات. سلام الله عليكم. شاركوا المقطع واشتركوا في القناة. تحياتي إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحاول من خلال هذا الفيديو تتمة للفيديوهات السابقة أن نقوم بتمرين تطبيقي يثبت بأننا نسير في طريق الصحيح في إعطاء فكرة جديدة لبداية الخلق، حتى يمكن لنا أن نتعرف أكثر، أن نعرف ربنا أكثر، وأن نتدبر القرآن الكريم بطريقة علمية ذات مرجعية علمية بحتة. أعتذر على الضجيج، فالوسائل هي متواضعة، لذلك أرجو أن تصبروا علي وأن تهتموا للمضمون وليس للشكل. شكرا لكم. إذن موضوعنا اليوم تطبيقا لما سلف وقدمناه في الفيديوهات السابقة سيكون حول إثبات الآية التي يقول فيها الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: للذكر مثل حظ الأنثيين، النساء الآية 11. سنحاول أن نثبت لماذا يجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في ما يخص الإرث. تحدثنا سابقا وجسدنا النفس الأولى في مثلث انطلاقا من الآية 7 في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا 3. وجسدنا قمة الهرم بالرسول صلى الله عليه محمد، والجانب الأيمن الحافة اليمنى بعلي كرم الله وجهه، والحافة المقابلة بفاطمة الزهراء كرم الله وجهها سيدة نساء الجنة. وتحدثنا سابقا على أن هذا المثلث هو أصل الترددات 3 6 9 3 9 6 6 3 9 9 3 مع امتياز لتردد 9 3 6 سنتطرق إليه تفصيلا فيما بعد بإذن الله. والتردد 9 6 3 هكذا يكون لدينا ترددات للأزواج الثلاثة: الزوج الأول، الزوج الثاني، والزوج الثالث. 6 ترددات مختلفة، وهي
تعبر عن مفاتيح الكون والخلق الأول. إذا نتابع هذا المثلث، سننطلق منه لنثبت بأنه يستوجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. علم الوراثة يشير على أن الصبغي الثنائي XY أو XY هو محدد لجنس الذكورة، والصبغي المكرر أو المتشابه XX هو يمثل الأنوثة. وإذا لاحظنا فإن X هي مشتركة بين الذكورة والأنوثة، لكن Y هي فقط لدى الذكورة. إذن X هي الصبغي المحدد للذكورة، عفوا Y أو Y هو المحدد لجنس الذكورة، وX هو المحدد لجنس الأنوثة. من مفهوم أو منظور طاقي تكون لدينا طاقة الذكر هي X زائد Y أو Y، وطاقة الأنثى هي طاقة X زائد طاقة X مضاعفة تعطينا 2X. وفي الحقيقة X هذه في الصبغيات تكون على هذه الشاكلة، وإذا كانت معها Y فإنها تكون على هذه الشاكلة متقابلتين، طاقتان متقابلتين كذبذبتين متقابلتين. نوزع هذه الصبغيات على المثلث السابق. إذن يكون لدينا عند محمد X زائد Y لأنه ذكر، و X زائد Y في جانب علي لأنه ذكر، و X زائد X في الجانب الممثل لفاطمة الزهراء، فيكون لدينا 2X. إذا قمنا بالمجموع سنجد بأن X زائد X زائد X عفوا X زائد Y زائد X زائد Y زائد 2X المجموع يساوي 4X زائد 2Y. ومعلوم أن المادة أو أي خلق لكي يكون مستقرا لابد وأن يكون مجموع طاقته يساوي الصفر. هنا نتحدث عن طاقة الصفر التي تحفظ الاستقرار والتوازن، أو الطاقة الساكنة، هذه طاقة ساكنة غير متحركة. إذن X زائد Y زائد X زائد Y زائد 2X تساوي 4X زائد 2Y، يجب أن تساوي صفر للحفاظ على الاستقرار. بنقل هذا الطرف من المتساوية نجد أن 4X تساوي ناقص 2Y، ما يعطينا أن X تساوي ناقص 1 على 2Y. باعتبار القيمة المطلقة للطاقة، لأن طاقة Y هي طاقة معاكسة لطاقة X لأنهما ليس من نفس الجنس، إذن القيمة المطلقة لX تساوي القيمة المطلقة لناقص 1 على 2Y تساوي 1 على 2 القيمة المطلقة لY. إذن هنا نجد بأن نجد بأن X تساوي طاقيا من مفهوم طاقي مجرد من السالب والموجب تساوي 1 على 2Y. إذن طاقة الأنثى هي ضعف طاقة الذكورة، لهذا يلزم تزويد الذكر بضعف طاقة الأنثى للحفاظ على الاستقرار وتوازن الفطرة. هذه النفس الأولى هي تمثل النفس الأولى، وهي تمثل الفطرة. لذلك قال الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا طبيعي، لأن الرجل يسعى ويسكن إلى الزوجة. حينما يسكن الزوج إلى زوجته فهي تعطيه من طاقتها، يكون هناك تبادل طاقي، فهي توفر له الحنان وما إلى ذلك. والجميع يعلم دور الأنثى في
احتضان الرجل حتى يستقبل الغد بإشراق وبنشاط وبحيوية. لذلك لم يخلق الله شيئا عبثا، وكل كلام ربنا هو علم في علم، مبني على أسس ونواميس مضبوطة للغاية. الذين يدعون إلى المساواة في الإرث هم يضربون عرض الحائط الفطرة، هم يضربون عرض الحائط ما أراد الله سيرا طبيعيا للحياة. ليست القضية قضية مادة، فالرجل يحب على الغالب زوجته، بينهما مودة ورحمة. الماديات لا يجب أن تكون هي الأساس، لا يجب بتاتا أن تكون هي محور العائلة. هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم يمثل الأب، وعلي يمثل الزوج، وفاطمة الزهراء هي السكن. هذا المثلث هو الفطرة الأولى، هو الانطلاقة الأولى، هي النفس الأولى التي خلق الله منها زوجها، ثم بدأ التناسل رويدا رويدا ليتكون لنا نهر من الثريات المثلثات المتشابكة فيما بينها. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت، واعذروني للظروف للوسائل البسيطة، لكن الهدف هو أن يصل المحتوى وأن يعي الناس ما يكتب ويقال في القرآن الكريم. أستودعكم الله، وأدعوكم أن تراجعوا الفيديوهات السابقة حتى تكون لديكم فكرة أشمل وواضحة لنستطيع المضي قدما. شاركوا هذا الفيديو فضلا واشتركوا في القناة. سأترك رابطا لقناتي على اليوتيوب للاشتراك بها أيضا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين.